طبعا احنا اتفقنا لو فاض عن معانا شويه بشاميل او شويه مكرونه في الزمن اللي احنا فيه ده، عمرنا ما هنرمي حاجه حتى لو مش الحاجه غاليه. مش استخسار ولا بخل مننا، ما ترموش اي حاجه تفضل منكم، هنعينها في التلاجة واكيد ليها حل واكيد ليها عوزه. انا في الفيديو اللي قبل كده بتاع المكرونه بشاميل فضل مني شويه بشاميل وفضل مني شويه مكرونه، ما رميتهمش وحطيتهم في التلاجة وعملتهم تاني يوم اللي هو النهارده يعني الفيديو ده. فيلا بينا نشوف هنعمل الطاجن الخطير ده ازاي. في الاول كده انا جبت طاسه وحطيت فيها حته زبده، مش كتير يعني، وهنزل بالجمبري. طبعا الجمبري انا مقشراه وعامله سلسله ظهر وشايله منه كيس الرمل لحد ما ياخد لون من الجهه اللي احنا عليها ديت. الجهه اللي لسه هنقلبها هنرش عليها شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل اسود لحد ما ياخد اللون الاورنج الفاتح الجميل ده. عايزه اقول لكم يا جماعه وهو متشوح بالزبده كده بس بتاكليه كده بالشوكه طعمه تحفه، ما تخلوش يركن كتير على النار علشان ما يجلدش منك ويبقى بيشد معاكي بيقطم معاكي في المضغه. طبعا ده البشاميل اللي كان فاضل مننا وحطيناه في التلاجة، شايفين هو مسك ازاي يبقى عامل زي المهلبيه. فاحنا هنا هنزود له شويه من الميه، شويه من اللبن قصدي. ولو مش متوفر عندك لبن ممكن تزودي شويه ميه عادي جدا، لا حاجه تضايق ولا حاجه تزعلك. وهنديله بقى تقريبا لحد ما يوصل للقوام بتاعنا ده. طبعا هتدوقيه لو محتاج مي، لو محتاج اي بهارات او اي توابل او اي حاجه من اللي احنا كنا حاطين عليها قبل كده هتزوديه، هتظبطيه معاكي. ومعايا هنا المكرونه بتاعتي زود لها شويه مكرونه مسلوقه حبه صغيرين. وهنزل بقى بترتيب زي ما كنا بنعمل قبل كده. هنحط هنا المكرونه، انا عشان عندي الجمبري حبه صغيرين خالص، فحطيت كده المكرونه كلها ورصيت الجمبري نظرا للظروف الاقتصاديه الصعبه اللي البلد بتمر بيها. فانا الجمبري ده والله يا جماعه مش شارياه، الجمبري ده كان موجود عندي في الفريزر عشان ما يقولوش انت رايحه تشتري جمبري والدنيا مولعه. لا يا جماعه ده كان موجود في الفريزر. فبلاش كومنتات سلبيه ارجوكم ارجوكم. وهنحط بقى طبقه البشاميل من فوق كده، وهنرش بقى كميه موتزاريلا نرش ايه اللي انا بقول ده، ونرش شويه جبنه موتزاريلا كده، ما تستخسريش في نفسك. ايوه اديها ما ترحمهاش. وبعد كده هنحطها في الفرن لحد ما وشها. هوريكم طاجن السعاده، طاجن السعاده اهو، شايفين العظمه؟ بس عايزه سخن ملهلب. بص شايفين طاجن اسمه طاجن السعاده، تحفه 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 تحفه. طبعا في بدايه الفيديو هتعرفوا انا عملته ازاي. هدوقه بس معاكم لان فكره ان احنا ندوق مع بعض ديت لازم اكيد. اوريكم بس الجبنه منها لسه سخنه قوي، شايفين؟ فلسه مش عارفه تديني المطه اهي. ريحه الجمبري بقى مع المكرونه مع البشاميل، شايفين؟ شايفين دي؟ طبعا انا لو دخلتها على بقي كده دلوقتي خلاص يبقى على بق الرحمن يا رحيم. دي بقى حته جمبريه كده بالمكرونه. عشاق الجمبري هيحبوا الطاجن ده جدا جدا جدا. لو عندك بقى جمبري اصابع استاكوزا، الحاجات اللي هي الطبق اللي هو مشكل بتاع شوربه السي فود دي، ممكن تشوحيه بالزبده زي ما انا عملته كده وتعمليه في الطاجن ده. دمار دمار شامل. ما تنسوش تحطوا لايك وتكتبوا لي الفيديو في كومنت لو الفيديو عجبكم، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله.